بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل كبدة، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. بس لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. زي ما شايفين هنعمل كبدة كده بطريقة العربيات اللي بره في الشارع، بس كبدة بيتي ونظيفة وجميلة جدا. زي ما شايفين الكبدة نزلتها أول حاجة، قطعتها مربعات زي ما شايفين. عايزين تقطعوها عصافير صغيرة مفيش مشاكل، على حسب الاختيار. نزلت عليها بمية سخنة، تمام، مش سلقتها، نزلت عليها بمية سخنة، فتحت الحنفية على قد ما اقدر، وكانت المية سخنة مولعة خالص لغايه ما نزلت كل الدم والزفاره بتاعتها، تمام، عشان خاطر الزفاره بتاعتها تروح. ليه مختلفه طعمها وجميله جدا الكبده اللي بره، عشان خاطر بتتسلق، تمام. ونزلت ببصلتين متوسطين، تمام، وحطيتهم على الكبده بعد ما اتحمرت كويس ولسه برضو قاعده طريه زي ما شايفين. وكمان جبت التوم ده مخزناه، احلى حاجه تديكي طعم جميل في الكبده التوم، تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الخل والكمون، التوم والخل والكمون هيودوا الكبده في حته تانية. اعملوها بالطريقه دي وهتعجبكم. وبعد ما ضربت الكمون وحطيت له من شويه كزبره وحته فلفل صغيره سودا، تمام، نزلت بيهم حطيتهم على الكبده. البصل يتبل معانا والكبده اتبلت، فما ناقصش غير البهارات والثوم. بخليها اخر حاجه، ليه؟ عشان خاطر ما تعملش معايا، يعني ما تتحرقش الكزبره والكمون ويتغير طعمهم. وخلاص كده، بالهنا والشفا، هتاكلوا اجمل واحلى كبده. اعملوها بالطريقه دي مع شويه رز، مع شويه مكرونه، زي ما تحبوا. احنا دايما بنعملها بمكرونه، بس المره دي قلت نغير نوع تغيير، نعملها بالرز.